إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة مع بعض هنعمل أكلة رسمية للشتاء. معانا بقى العدس وجماله، وازاي يطلع معانا العدس كريمي كده، وهنعمل كمان شوربة عدس. خليكم مكملين معايا لآخر الفيديو. يلا بينا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا بنجيب العدس، طبعا بننقيه وهنغسله بقى تحت الحنفيه كذا مره لحد ما ميته تبقى رايقه معاكي. معانا بقى الطماطم والبصل والجزر. هنسلق بقى الخضار واحنا بنسلق العدس، نسلقهم مع بعض. معايا بقى ميه بتغلي. بنجيب بقى الخضار، طبعا غسلنا الخضار بتاعنا وقطعناه مكعبات. ومعانا بقى العدس دلوقتي متصفي، مغسول ومتصفي. هنضيفه بقى مع الخضار. ولو عايزة تضيفي نوع من انواع الخضار يعني كوسة او بطاطس ينفع معاكي برضو، بس انا بقى اكتفيت بالخضار اللي معايا. اول ما هيغلي معايا بقى ههدي عليه النار لحد ما يستوي العدس. وخلي بالك عشان ما يفورش منك، وعشان العدس يطلع معاكي كريمي. اول ما هيغلي بقى طبعا هنبدأ نشيل الريم كده اللي بيطلع معانا. بعد الغليان بقى هنهدي عليه النار لحد ما يستوي. هنخلي النار متوسطة لحد العدس ما يستوي معانا. شايفين بقى ما شاء الله. دلوقتي بقى طفينا على العدس، هو استوى معايا مع الخضار. هسيبه بقى يبرد. قبل ما هضربه في الخلاط هسيبه يبرد، الخطوة دي مهمة طبعا. دلوقتي بقى بنضرب العدس في الخلاط بعد ما برد. هنعمل بقى مع بعض شوربة عدس، وهنعمل عدس بالشعرية. طبعا شوربة العدس احنا بعد ما بنضرب العدس في الخلاط هنضيفه بقى في الحلة، وبنضيف عليها كوباية من المية عشان نخف بيها الشوربة بتاعتنا. هنشغل عليها البوتاجاز بقى، ومعانا العدس اهو اللي هنعمله بالشعرية. هنضيف عليه كوبايتين من المية. هنضيف بقى على الشوربة بتاعتنا ربع معلقة من الثوم المفروم. وهنضيف بقى على العدس نص معلقة، طبعا عشان العدس كميته أكبر من الشوربة. دلوقتي بقى احنا مشغلين البوتاجاز. هنضيف الملح، وهنضيف الكمون، نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الأسمر. ومعانا التوابل اللي احنا بنضيفها على العدس هي اللي بنضيفها على الشوربة. معانا بقى حلة على النار هنضيف فيها 4 معالق كبار من الزيت، وهنحمر فيهم كوباية من الشعرية. وعلشان الشعرية تطلع معاكي لون موحد هدي عليها النار، خلي النار متوسطة. وطبعا هنقلب فيها باستمرار، ايدينا فيها كده على طول. دلوقتي شوربة العدس بقت جاهزة معايا. اول ما هتغلي كده هطفي عليها النار. بنحمر الشعرية مع بعض. اول ما هتاخد بقى اللون الذهبي الجميل هنزل عليها بكوباية من المية، مش هضيفها على العدس على طول. ودي غلطة احنا بنقع فيها لما بنضيف الشعرية على العدس، طبعا بتكتل مننا وبتيجي في قاع الحلة. انا ضفت عليها كوباية من المية، هسوي الشعرية فيها قبل ما اضيفها على العدس. دلوقتي بقى انا ضفت الشعرية مع العدس، هسيبهم يغلوا، واول ما هيغلي هطفي عليه. ويلا بينا بقى نقدمه مع بعض. وكده عملنا مع بعض العدس بكل تكاته واسراره. شايفين ما شاء الله طالع معايا كريمي ازاي، والطعم ما اقولكيش طبعا. جربوه بقى ويا رب يعجبكم، وبالهنا والشفا عليكم. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش الشركة في القناة وتعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى تتابعوني على صفحتي على الفيس ونعمل مشاركة للفيديو عشان القناة تكبر بيكم. واستنوني مع وصفات احلى مع ام جنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.